أول هداية بدأها رسول الله مع من؟ خلق له قاعدة. هذه القاعدة اللي نلتفت للكلام. رسول الله خلق له قاعدة، هذه القاعدة اللي ينطلق بيها للسيطرة على مقاليد الأمور في الأرض، وهم اللي انخلقوا من قطرات 124. من هم؟ الأنبياء. هذول انخلقوا من عنده، من نوره. الأنبياء انخلقوا من نوره. بعد انت افهم عظمة رسولك شنو. الأنبياء انخلقوا من نوره، يعوفهم. فلذلك يقول علي بن أبي طالب عن المفضل، قال أبو عبد الله الصادق يرفعه عن علي بن أبي طالب. هذا الحديث فهمه بقلبك، لا تفهمه بعقلك. قال يا مفضل، أنتم غفلة نايمين، يا مفضل أما علمت إن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو روح، مو بالدنيا، بعالم الذار، هم كانوا أرواح. بعث محمد وهو روح، المن؟ للأنبياء وهم أرواح. ليش؟ ليش بعثهم؟ بعثة مثل ما انبعث في الدنيا. يا مفضل أما تعلم إن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو روح إلى الأنبياء عليهم السلام وهم أرواح قبل خلق الخلق ب2000 عام. قلت بلى. شنو اللي سواه؟ قال أما علمت إنه دعاهم، دعا الأنبياء، فتح لهم حوزة، علمهم. ألا تعلم إن أما علمت إنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتباع أمره، ووعدهم الجنة على ذلك، وأوعد من خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار. إذن رسول الله فتح حوزة للأنبياء وعلمهم التوحيد والنبوة والإمامة والدين وشرائع الدين، وبعثهم للبشرية. فلذلك الإمام الصادق شو يقول؟ يقول النبي الوحيد الله محمد فقط، هذا النبي الوحيد. أما الأنبياء البقية شنو؟ 124,000. المن؟ أحسنت، أنبياء لنبي الله، أنبياء لمحمد، بس محمد نبي الله. هذه العظمة. فلذلك رسول الله إلى 3 بعثات، إلى 3 بعثات. البعثة الأولى هذا الحديث اللي الله بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا علما للأنبياء في عالم الذر. البعثة الثانية لبني هاشم، بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا. ايش قال له؟ أحسن، وانظر عشيرتك الأقربين. انظر عشيرتك. ليش؟ سوي من عشيرتك برنامج عمل، سوي من عشيرتك وزارة، سوي من عشيرتك أركان تشتغل بيهم. ليش؟ لأن بني هاشم لهم صفات بدنية وذهنية وأخلاقية ونفسية أعلى من الطبقات الأخرى. استغلهم وسوي فيهم قاعدة لحكمك. فلذلك سوالهم عزيمة وعزمهم في الدار يوم الإنذار، ونصب عليهم علي بن أبي طالب. معروفة قصة قضية الدار، حديث الدار يوم الإنذار. وأنذرهم، قال لهم إذا واحد إجاكم وقال لكم وبرا هذا الجبل قوم يريدون يغزوكم تصدقوا؟ قال له نعم. قال لهم زين إذا كنت أنا؟ قال له لا، أنت الصادق الأمين. قال لهم جئتكم بخير من ذلك، أن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحوا. نص استهزأ، نص ضحك، نص كذا. من يوازرني والله لتؤمنن أو يجعله الله في غيركم. هذا بيها بحث عظيم، احنا جبناها من باب الاستطراد. الله يجعلها بغيركم. قام علي قال له اقعد، قام علي قال له اقعد 3 مرات. بايع علي بن ابي طالب. طلعوا ابو جهل يضحك على ابو طالب، يقول له امر عليك ابنك فاسمع له واطع. هذا الانذار الثاني. راد من الانبياء ان يكونوا قاعده على كل الازمان، وراد من بني هاشم ان تكون القاعده مالته في الامه الاسلاميه، وفعلا كانت القاعده في الامه الاسلاميه. حمزة وجعفر وعلي بن أبي طالب وعبيدة والحارث والعباس وكذا وكذا، هم 17 واحد، هم اللي ثبتوا في الأحزاب، وهم اللي ثبتوا في حنين، وكل الناس انهزمت. وإلا أقول لك أنت شنو تشريع الخمس؟ شنو تشريع الخمس؟ أنتم ما ملتفتين للقرآن في تشريع الخمس. تشريع الخمس الله شرعه للسادة العلويين. شنو؟ يقول له فما غنمتم من شيء
فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر وما نزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. شنو علاقة يوم الفرقان يوم أحد بالخمس؟ يقول لي هذول الثبتوا وهذول الحفظوا الدين، فلذلك الخمس استحقوا. فلذلك يقول له فإن خمسه لله، لام الملكية، لله لرسوله، واضح؟ ولذي القربى، لام بلام بلام، ذي القربى من هم؟ قربى الرسول، أقرب القربى مني فاطمة وأبنائه. لما يجي للبشر شو يقول بعد اللام؟ ماكو. واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهاي بيها ملفات خطيرة جدا وعقائدية عظيمة، وأصل تشريع الخمس بسبب أنهم هم كانوا الوقود الأول والمدافعين الأوائل والمذبوبين بحلق المدفع والمدافعين عن رسول الله. منو؟ أي هسه كانت الكل تفلت، كل تفلت. اللي يثبت حمزة وجعفر وعلي والفضل والحارث وفلان وفلان والعباس وده عبد المطلب، هاي كانت. فلذلك التفت. هذه البعثة الثانية، وانظر عشيرتك الأقربين. البعثة الثالثة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا للعالم أجمع. هاي لما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحون. أقول الإمام الصادق يقول وفي كل قرن طعم هاي إذا حققتها لقيت بيها ملفات مهولة. في كل قرن، في كل 10 سنوات، في كل 50 سنة يرجع رسول الله يقود حركات إصلاحية، إرجاع المجتمع إلى الله بخفاء عنوان ويموت. وهاي ثابتة احنا في نصوصنا. لا تتوقع مات رسول، أنت ميت. لذلك رسول الله يقول إن ميتنا إذا مات لم يكن ميتا، وإن غائبنا إذا غاب لم يكن غائبا، وإن قتيلنا إذا قتل لم يكن مقتولا. هذا احنا نتوقع مان. الإمام الصادق بزمنه يوقع سقف شنو؟ هاي انتبهولها. يوقع سقف مسجد رسول الله وبيوته بصف المسجد، فيصعدون الخلفات يريدون يبنوها، يوقع السقف كذا شيء. الخلفات يصعدون يريدون منه، يقول لهم إياكم أن تنظروا إلى حجر رسول الله لعل رسول الله مع بعض نسائه فتعمون، تنعمي. قالوا له يا ابن رسول الله بزمن الإمام الصادق رسول، قال لهم الأمر كما لا توعوا، احنا ميتين، احنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن أنتم لا تشعرون. إلا في كل 10 سنوات، في كل 50 سنة، في كل قرن 100 سنة تغيير كوني ينزل. خفاء عنوان ويشتغل. لا تتوقع فقط الإمام الحجة يشتغل في خفاء عنوان. رسول الله وأمير المؤمنين شغلهم أكثر بقاطات بمئات المرات من الإمام الحجة. أصلا ما يستطيع الإمام الحجة يفتح فتح بدون فتح رسول الله وأمير المؤمنين.